متفاجئ من كمية الشكوى اللي بنسمعها اليومين دول، سواء في العادات العرفية أو في المحاكم، من الأبهات والأمهات اللي بيشتكوا من أولادهم. متفاجئ إزاي الشباب وصلوا أبوهم أو أمهم إنهم ممكن يفكروا إنهم يشتكوه. خليك فاكر أنت ومالك لأبيك، فاوعى تقول العيب عند أبوي. لا 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 لا، الأب له كل الحقوق، هو الواجبات اللي كانت عليه بقى خلاك راجل، بعد كده انت اللي عليك. مش شرط تكون انت اتغيرت مع ابوك وانت بعد ما اتجوزت، ممكن تبقى لسه عازب ما دخلتش حياه وبرضه انت بتعامل مع ابوك بتعامل مع امك بطريقه غلط. حاول تراجع واعتبر عن دين ربك، عن تعاليمنا، عن تقاليدنا، عن اعرافنا، وتقلد تقليد اعمى اللي بيزعق مع ابوه، اللي بيتكلم مع ابوه وهو دقنه كده او حنكه جايب لحد ودنه. بلاش الطريقه دي مع الاب والام بالله عليك. ولو انت متجوز وفكرت ان انت لما تتخن في حنجرتك كده لابوك وامك مراتك هتبقى راضيه عنك ولا تحترمك، تبقى موهوم والله. حتى لو في الوقت ده بينت لك انها بتطبطب عليك وحنينه عليك وفرحانه باللي انت بتعمله، سواء الغلط ده عشانها او منها او عشان مش هتحترمك بعد كده، لانها تتاكد ان انت مالكش خير في ابوك وامك. حتى هي لما تقعد مع نفسها بعد كده، ده ماليش خير في ابوه وامه، يبقى ليه خير فيا انا؟ سبب هم السبب ان انا مراتي غضبانه، وهم اللي كانوا السبب ان اتكوا عليا واتكوا عليها لحد ما بيتي اتخرب. خليك فاكر دايما ان اكتر حد يتمنى يشوفك دايما فرحان هو ابوك وامك. ترجع من البدايه قوي، من اول ما امك عرفت انها حامل فيك، شوف فرحتك كانت عامله ازاي، ويوم ولادتك، واول يوم في الحضانه، اول يوم في الدراسه، اول يوم راجع امك عمرها ما تكرهك ولا ابوك عمره يكرهك. بلاش تد ودانك بالله عليك يقول لك ابوك وامك. يا عم هم بيتعاملوا معاك كده ليه؟ يا عم مش شايفينك انت راجل ولا ايه؟ ايه يا عم، هو شاريينك ولا ايه؟ اه شاريينك، انت بتاعهم. قلت لك في البدايه انت ومالك لابيك. مشكلتك مع مراتك فكر فيها بالراحه، هتلاقي الغلط يا اما عند مراتك يا اما عندك يا اما عندك، لان انت ما عرفتش تحتوي ابوك وامك. ابوك وامك لما لقوك انت حابب مراتك اكتر منهم، ده اللي كان جاب الخلاف بينك وبينهم. خليك رحيم بيهم، تذكر ان ربنا وصاك عليهم بعد عبادته مباشرة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحتى لو هم جامدين، رحمتك بيهم وعليهم هيحنن قلبهم عليك. وخليك فاكر دايما ان انت اللي محتاجهم مش هم اللي محتاجينك. الاحتياج مش احتياج مادي، الاحتياج احتياج جنة، ما تشتغل الجنة اللي بيهم. فاوعى تروح من بالك دي. خليك فاكر ان ينادي مناد من قبل الله كل يوم على بار والديه، يقال له اعمل ما شئت فلن تدخل النار. وينادي مناد من قبل الله على عاق والديه كل يوم، اعمل ما شئت فلن تدخل الجنة. خليك فاكر وانت في قلب الزعل معاهم او بعد ما تهدى بشوية، اليوم اللي هتفتقدهم فيه والله هتتمنى لو الدنيا رجعت بيك وانفقت كل ما تملك في حياتك، مجرد ان انت تحضن رجليهم كده وتقبلهم. خليك فاكر ان اللي فاضل لهم في العمر مش قد اللي فات. اتعامل معهم برحمه، اتعامل معهم بحب، اتعامل معهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. مش رحمه يعني، عارف لدرجه الذل. تعال اقول لمراتك عايزين نعمل معادله مع بعض نطلع فيها كلنا ربحانين. قول لها انا مش هدخل الجنه الا برضا ابويا وامي، وانت مش هتدخل الجنه الا برضايا انا كزوجك. فما تيجي ترضى ابويا وامي عشان ارضى عنك وندخل الجنه كلنا مع بعض. وفي النهايه يا رب يكون كل بيت فرحان ومبسوط، وكل اب راضي عن ابنه، وكل ابن راضى ابوه وامه. وكل الكلام ده للبنت والولد على فكره، مش للولد فقط. البنت تخلي بالها من حماتها، تخلي بالها من حته حماتها امها الثانيه. وربنا يجعل بيتكم كلها عمار. وانا في خدمتكم دايما. سؤال قانوني، سؤال شرعي، انا معاكم في اي حاجه ان شاء الله. واتمنى دايما تكونوا بخير. السلام عليكم.